في كلية الحقوق جامعة دمشق. إذا أنت طالب بكالوريا وناوي تفوت حقوق بدمشق، تعال حتى أقول لك شو رح يصير فيك. ما بتكون طالب حقوق إلا إذا كنت حامل على الأقل 3 مواد. يعني أنا بعرف طلاب سنة أولى فصل أول وحاملين معهم مواد، ولا تسألني كيف، يمكن يكونوا جايبينهم معهم البكالوريا، ما بعرف. بدك تنسى تساوي زملاء بالجامعة وتقعدوا كلياتكم بالحديقة وتغنوا غنية تامر حسني تليفوني يرن، لأنه كليتنا ما فيها دوام، لأنه ما في عملي. شغلتك بس بشهر الامتحانات تيجي تقدم امتحان وتروح على البيت. وعلى سيرة الامتحانات بدكم تنسوا شيء اسمه نوم شهر كامل. يعني شوف عيوني كيف أنا هلأ. اي نعم. وحتى لو حليت صح بالامتحان صدقني رح ينزل سلم التصحيح كله غلط ورح ترسب، ولا تسألني ليش. كله كوم والإنجليزي كوم تاني. بكلية الحقوق في بكل سنة إنجليزي أو إنجليزيتين، وهن على أساس مواد مساعدة، بس هن للأسف مواد تخرج. يعني لا تستبعد تشوف طالب سنة رابعة واقف تخرجه على مادة إنجليزي واحد أو اثنين. بالنهاية ما في شي بيجي بالساهل، والنجاح بدون تعب ما رح تحس بقيمته. وبتضل كليتنا من أعظم الكليات ومن أحلى وأمتع الدراسات كمان. وبس تتخرج ما رح تصير بياع طوابع، أقل ما هنالك تصير محامي. وكلمة محامي مو قليلة أبدا، رح تصير أستاذ وإلك حصانة كمان.